كفايه بقى التليفون. اخر فيديو والله اخر فيديو يا ابني هبقى. طب الفيديو ده كمان معلش والله هديك على وشي. ده التاني تالتة. طب ده اخر واحد وده ليه بقى؟ عشان خاطر لو سألتك سؤال، هل انت متأكد ان انت بتختار تتفرج على ايه؟ هتقول لي ايوه طبعا، ما انا اللي بدوس. اقول لك حاجه، طب مش يمكن حد هو اللي خلاك تدوس من غير ما تحس؟ هتيجي تقول لي ازاي يعني؟ هو في حد مسك ايدي؟ احب اقول لك ان هو لا، هو اذكى من كده بكتير. تعال احكي لك الحكايه من بدايتها. في دراسه اتعملت في جامعه ستانفورد اثبتت ان الخوارزميات تقدر تعرف شخصيتك من كام لايك. تخيل، من 10 لايكات بس تعرف شخصيتك. ويا سلام بقى عليك لو عرفوا عنك 300 لايك، لا هتعرفك اكتر من شريك حياتك. ياه، ده كده الموضوع قلب بجد. طب ما تسيب بقى الموبايل. ثواني هشوف الساعة. طب الساعة كام بقى دلوقتي؟ ياه، والمسامحة عاملة طريقة عمل محشي وخفيف. لازم اشوف. انت مش ترتاح غير لما الخب ده. اعرف انك مش بتتفرج وبس، انت بتتشكل من اول وجديد. وفي علم اسمه اقتصاد الانتباه، وده عملته مش بالدولار او الجنيه. تقول لي امال ايه اليورو؟ لا، ده عملته مش فلوس. كل ما تقعد اكتر هما بيكسبوا اكتر. معنى كده انك المنتج والزبون والعبيط في نفس الوقت. كل سكرول وكل تفاعل وكل مشاهده دي بيانات بتتخزن عنك. يعني قبل ما تختار هما اللي بيحطوا لك الاختيارات. تخيل كده انك داخل المطعم. ايه ده؟ هبقى في المطعم بجد ولا ايه؟ انت حر تختار اللي انت عايز تاكله، بس انا اللي حاطط في المنيو، وحاطط في المنيو اللي انا عايزه. ساعتها نقدر نقول ان انت مش بتختار، انت بتتوجه للاختيار. المشكله مش في استخدامك للسوشيال ميديا، بل المشكله انك فاكر انك بتستخدمها لوحدك. كل فيديو بيزرع فكره، كل فكره بتتحول لعاده، كل عاده بتتبني تبقى قرار المستقبل. وفي يوم من الايام هتصحى تلاقي نفسك شخص تاني خالص. بس ده ما يمنعش ان احنا نكون دي افضل حاجه بتشوفها على الانترنت. عارف ليه؟ عشان انا اللي حاطط المنيو. طب والمنيو بتاعك ده في محشي بالخفيش؟